حجي كل هذا اللي يمر بينا مو راضية الناس تستعدل. إلى الآن هذا الخطر المرعب المخيف اللي يحاصر الدنيا الآن، مو يحاصرنا هذا الخطر المرعب لو ما يحاصرنا. هذا اللي يحاصرنا الآن الكورونا، اللي وقفت أمامه مبهورة كل العالم الدول الكبرى وقفت أمامه حيرة. وإحنا إلى الآن الكمام كان ب1000 دينار صار ب10,000 باكيت الكمام، مو ولا ب1000 دينار كان صار ب10,000، لأنه استغلينا محنة الوادي محتاجته قامت تستخدمه، وهو موت زعام محيط بينا. وحقك أنا أشوفه مثل البعوضة اللي قتلت النمرود. الله يقولهم أنت هذا أوباما كأنك خنزير أجلكم الله، والله يجل المنبر، وأنت هذا شو اسمه ترامب، وهذا فلان وفلان، وكلكم تتوعدون الأمم والناس. أنتم عندكم قنابل ذرية وعندكم صواريخ عابرة القارات، أريد أجيب لكم فيروس ما تشوفوه حتى بالميكروسكوب، أخليكم حيرة أمامه، توقفون صافنين أمامه حتى ترجعون إلى الله تبارك وتعالى، حتى تتذكرون أن هناك قوة لا تقهر. ترى مو أنت اللي تقلب الدنيا، ومو أنت اللي الله ما يجرعك، ومو أنت اللي الله ما يخلص الوادم منك. أكو قوة قاهرة اسم رب العالمين، هو القادر، هو المنعم، هو المتفضل، هو الجبار، هو المتكبر. ولذلك إخواني احنا يرادلنا إعادة نظر بنفسنا، تدرون ولا عندكم فكرة؟ يرادلنا إعادة نظر بمواضيعنا. أولا إعادة نظر بهيجي أزمات، هذه نعتبرها إجراءات تأديبية للأمم. لازم أراجع روحي، أقول أبوي من ضربني راشدي اليوم وزعل علي، أو أبوي باوعني زعلان ليش؟ لازم مسوي شيء. أراجع نفسي. لو ما أراجع نفسي المفروض أنا أراجع نفسي يا سيدي. إحنا يحتاج لنا رجعة إلى الله تبارك وتعالى، يراد لنا تصليح إلى النفوس، وإلا وحقك جبار السماوات والأرض نستجير بالله من غضب الله. إذا سلط علينا صد لا يبقي ولا يذر. لا تتوقع أكو شيء راد القدرته وإمكانياته. يراد لنا شوية التفاته، يراد لنا أولا نصلح ما بيننا وبين الله، يراد لنا نرجع إلى الله تبارك وتعالى، نتمسك بحبل آل البيت سلام الله عليهم. تذكرون أول أيام بدأت الناس تريد تميل للكفر، تميل للزندقة، تميل للإلحاد، تميل للإباحة، يميل للخمرة، يميل للملاهي، يميل مو. لكن الآن قام يتمسك بزيارة عاشوراء، يقراها حتى الله يكفي شر الوباء. يظهر أكو ناس ما ترجع للدين إلا بالصفحات، ما ترجع إلى الخط الإلهي إلا بالصفحات والصعقات الكهربائية.